يعني قديما مثلا طارق حامد بن عبد ظهوره مع الزمالك قدم مستويات كويسه قوي مع الزمالك، بناء على كده الراجل راح المنتخب، واحده واحده بقى لعيب اساسي في المنتخب، ومستواه في الزمالك يعني كان يملى العين. يعني الاهلاويه قالوا لا حسام عاشور احسن منه، طب شويه حسام عاشور بطل، عمرو السوليه احسن منه، طب عمرو السوليه مش عارفه ايه، اليو ديانج احسن منه، لحد ما طارق مشي والمقارنه خلاص بطلت، مبقاش حد يحط طارق في مقارنات لحد ما راح السعوديه. يعني مؤخرا بقى والجديد موضوع زيزو، شويه نسمع زيزو احسن ولا حسين الشحات، الاهلاوي بيقول لك حسين الشحات، والزملكاوي بطبيعه الحال هيقول زيزو. موضوع يعني ما احنا بقى هنا اللي بنقيم احنا وبنقول مين احسن ومين ايه وجه الاستفاده اللي هتعود على اللعيب بتاعك، او ايه وجه الضرر اللي هيعود على لعيب الخصم لما انت تقول ان اللعيب بتاعك احسن. بالعكس انت ممكن تضر طرف في الاثنين. يعني مثلا مؤخرا الناس اللي بدات تشيد بطاهر محمد طاهر، بالمناسبه طاهر محمد طاهر بادئ بدايه السنه دي مع الاهلي على اكمل وجه، وهو لعيب كويس، انا من زمان رايي فيه ان هو لعيب كبير وكان محتاج فرصه. لكن طاهر من اللعيبه اللي يجب احتوائه نفسيا، وانك تحسسه ان هو ليه دور كبير في الفريق وانك انت بتعتمد عليه، وهنا طارق هيأدي لك الاداء اللي انت منتظره منه. كطاهر. لكن لما انت كده لما تحطه مثلا في مقارنه مع زيزو، اللعيب اللي عنده استمراريه في الاداء اخر 5 سنين، لعيب مكسر كل الارقام القياسيه، لعيب شال فرقته في احلك الظروف، وكان هو النجم الابرز للفريق والسبب الاول في الحصول على معظم البطولات اللي حصدها الزمالك في وجود زيزو. حتى ارقامه على المستوى الفردي ارقام مبهره. لما تحطه في مقارنه مع لعيب زي زيزو يمتلك كل ده، انت كده بتضغط اللعيب بتاعك. سيب اللعيب بتاعك شغال زي ما هو بيقدم مستويات كويسه، اديله الثقه ولاعبه، ما تحطوش تحت ريسك بقى انت احسن من زيزو، انت لازم تلعب عليه في المنتخب، انت لازم مش عارفه ايه. الكلام ده مش لمصلحه طاهر، مش لمصلحه طاهر، صدقوني والله مش لمصلحه طاهر. انا مش هتكلم كتير في حته المقارنات دي، انا ضدها تماما. مين احسن من مين احنا لينا عين، وكل واحد عارف بينه وبين نفسه مين احسن من مين ومين افيد من مين. الناس اللي بتقول حسين الشحات احسن من زيزو، انا مقتنع تماما ان حسين الشحات واحد من احسن الاجنحه اخر 10 سنين في الدوري المصري. حسين الشحات ده شايفه احسن من رمضان صبحي والله العظيم، لكنه جناح حريف مراوغ، بيعرف يراوغ كويس، ولعيب شويط بيعرف يجيب جون. حسين عنده برضو احساس بالمكان، بيعرف يجيب جون من اي حته، وبيلعب على الطرفين، لعيب كويس، لعيب كويس يعني، لعيب سوبر. لكن زيزو بالمستويات اللي بيقدمها، زيزو اللاعب الاكثر تكاملا في الدوري المصري. زيزو بيعمل كل حاجه، زيزو مش مجرد جناح، ما تحسبوش مجرد جناح. المقارنه دي مع الفارق في المستويات طبعا مع احترامي، يعني مثلا نيمار ولا كريستيانو مثلا، مفيش حد يقول نيمار. كريستيانو باللي بيعمله، كريستيانو بيسجل بكل الطرق الممكنه، براسه، برجليه الاثنين، بفاولات، بضربات جزاء، بلعب مباشر، يعني بيسجل من كل حاجه، من اي مكان، مش مجرد جناح بيسجل من ناحيه الجناح الشمال او الجناح اليمين، لا من اي مكان بيلعب. نفس الحال زيزو اهم لعيب في الزمالك، لانه اكتسب اهميته دي من حاجه واثنين وثلاثه واربعه. زيزو الاكثر تهديفا اخر 5-6 سنين، لانه برضو مميز في 1 و2 و3 و4. زيزو لعيب شامل متكامل، زيزو مش اللعيب الحريف، ومن هنا جت المقارنه. زيزو مش اللعيب، يعني هو مثلا مش حريف زي حسين الشحات، لكن زيزو يعرف برضو يعمل اللي هو عايزه. انا عايز اعدي من اللعيب ده، هعدي منه بسرعتي، مش شرط المه واجيبه وانيمه، لا انا كده هعدي، الغرض هيحصل، انا هعدي اجيب جون، هعرف اجيب جون من اي حته، ودي هو بيتميز بيها، بشماله وبيمينه، من كور ثابته ومن كور متحركه، بالراس هيلعب. فما فيش لعيب كده. عشان كده زيزو هو اهم لعيب في الدوري المصري، عشان كده زيزو هو اكتر قيمه تسويقيه في الدوري المصري. لعيب قيمته التسويقيه على ترانسفير ماركت 5 مليون يورو، فهو لعيب، حتى هو اللعيب الاعلى قيمه تسويقيه في الدوري المصري. ليه؟ بناء على كده اكتسب ده خلال 5 سنين، لعيب اتطور، شهد مراحل تطور لحد ما وصل للتوب فورم. فمقارنته باي لعيب تاني صدقني ظلمه للعيب التاني اللي لسه بادئ وبيقول، ظلمه، وبتحط على اللعيب بتاعك ضغط كبير لو تعلم. يعني زيزو مكمل كده في طريقه، لا باستفتاء ولا مش عارف ايه. وبرضه حسين الشحات ما هو بيقدم مستويات، ولا طاهر، ما هو طاهر جايز جدا يقدم مستويات كويسه ويكمل على اللي هو فيه ده. ان طاهر برضه عقليه، يعني طاهر لعيب، يعني لعيب ذكي، مش لعيب ذكي،
لكن اكبر خطر على لعيب زي طاهر انك تصدر له الضغط، انك تحطه تحت ضغط، اديله الثقه ولعبها هيبان. حسين الشحات كذلك، اي لعيب تحت الضغوط ما بيعرفش يشتغل بكامل طاقته. الضغوط تستنزف من تفكيره حتى، فهو لو ذهنيا مش 100% بيرفكت، بدنيا مش هيبقى قوي. فانا شايف ان المقارنات والاستفتاءات اللي بناء على تصويت الجمهور والكلام ده يعني حاجه كده عبثيه، ملهاش اي محل من الاعراب، وعدميه وملهاش اي قيمه. والسلام.